الحادية والنصف ظهرا بتوقيت أسمر المحل، أينما كنتم أيها السادة والسيدات. موعد أخبار الظهيرة بالتوقيت أسمر المحلي. الرئيس سياسة فرقي يلتقي ولي عهد أبو ظبي. نجاح التشجير في الإقليم الجنوبي. دورة تأهيلية في المعلومات الجغرافية في الإقليم الأوسط. التوصل للاتفاق على قواعد تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ. الهند تغلق الطريق في كاشمير في مسعى لوادي الاحتجاجات. الشرطة اليابانية تبحث عن سبب انفجار وقع في مدينة سابورو. أهلا بكم للتفاصيل. التقى فخامة الرئيس سياسة فرقي أمس 17 من ديسمبر ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام لقوات الدفاع الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، وبحثا الدفع بعلاقات التعاون الثنائية. وتناول لقاء الرئيس سياسة فرقي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتوجه فخامة رئيس سياسة فرقي إلى أبو ظبي صباح أمس في زيارة عمل رسمية، وكان في استقباله لدى وصوله أبو ظبي ولي العهد نائب القائد العام لقوات الدفاع الإماراتية الشيخ محمد بن زايد وكبار المسؤولين. أعلنت سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الجنوبي عن نمو 76% من 1,400,000 شجرة قرست هذا العام في الإقليم. وأوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم السيد قبر ميكائيل برهة في التقييم الذي تم بمدينة مندفرة عن قرص حوالي 1,390,000 شتلة أعدتها مراكز الشتول المختلفة عبر الأفراد والمؤسسات الحكومية ودور العبادة والمجتمع والجيش. وأشار المسؤول إلى جانب التشجير القيام بأعمال بناء المدرجات في مساقط المياه وحواجز مائية سعة 1263 متر مكعب مياه، داعيا للمجتمع للعناية بالأشجار الموروثة لنجاح نموها وتوسيع المحميات. من جانبه قدم مراقب الثروة الغابية والحياة البرية في الإقليم السيد قزائي يعقوب تقريرا عن أنشطة حماية الغابات، موضحا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قاطعي الأشجار. وطالب الاجتماع للاهتمام بالطاقة البديلة لحماية الأشجار من الاقتلاع وضمان نموها وتشجيع إقامة المحميات وتنظيم برامج توعوية منتظمة وزيادة عدد حراس الغابات. ودعا المدير العام لسلطة الغابات والحياة البرية السيد أبرهة قرزة في الاجتماع دعا أعضاء السلطة لمضاعفة الجهد لمكافحة التصحر واقتلاع الأشجار وتنميتها. تلقى 130 من أعضاء قسم الزراعة والأراضي في إدارة الإقليم الأوسط دورة تدريبية نظرية وتطبيقية لمدة شهر واحد في نظام المعلومات الجغرافية. وقال المدير العام للقسم السيد هيثم ميكائيل يوب في مراسم التخريج في 17 من ديسمبر أن الدورة تساعد القيام بدراسات متكاملة لعملية نشر أنشطة التصوير الزراعية ومراقبة تنمية النباتات وتنمية الماشية وتوفير المياه والأنشطة الزراعية الأخرى. من جانبه أوضح وزير الزراعة السيد رفاعي النبرهب أن الدراسات التي قام بها المشاركون في الدورة والتأهيل الذي حصلوا عليه تدعم الأعمال الزراعية الكبيرة، مؤكدا مواصلة وزارة الزراعة تنظيم مثل هذه الدورات لأهميتها. وأشار حكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياء أن تركيز الدورة على الشباب يعكس الجدية للدفع بمهام العمل، مؤكدا استعداد إدارة الإقليم لإنجاح مثل هذه البرامج. وقدم المشاركون دراسات بموجب التأهيل الذي حصلوا عليه حول خرائط النظام الزراعي بالنظر للمساحات والأبعاد. قام مكتب وزارة الصحة بإقليم عنسبة بفحوصات العيون والأسنان لضمان صحة الطلاب والارتقاء بنتائجهم الأكاديمية. وأفاد المكتب أن الحملة الصحية التي جرت في مديريات حلحل وأصمات وحقات وهبر وعلى برعيد وقلب هدفت للتعرف على الأوضاع الصحية للطلاب وتقديم الخدمات الطبية والقيام بأنشطة توعوية صحية. وقد جرت فحوصات العيون لأكثر من 11,000 طالب في المرحلة المتوسطة، وذلك للتعرف على 169 طالب كانت لهم مصاعب في النظر وتقديم نظارات النظر ل 39 طالبا وإرسال 37 طالبا للخدمات الطبية المتقدمة. كما جرت فحوصات الأسنان للطلاب والتعرف على أكثر من 4,000 طالب لديهم مصاعب في الأسنان وقدمت لهم الخدمات اللازمة.
وعلم بأن البرنامج الذي بدأ عام 2015 أصبح يقدم بانتظام للسنة الرابعة. هذا ويتواصل البرنامج الصحي في مديريات كرن وعتكليزان وحمل مالو. أفادت وزارة التعليم بأن المكتبات الرقمية في المدارس الابتدائية والمتوسطة بلغت 85% في الإقليم الأوسط. أعلن ذلك مسؤول التعليم الأساسي والتعليم قبل النظام في مكتب التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ولد سلاسة خلال تسليم 30 كمبيوتر للمدارس الابتدائية والمتوسطة قدمته وزارة التعليم ومكتبة رورا الرقمية مع إدخال خدمات الواي فاي. وقالت مدير مديرية قدايف السيدة تبلز تولدة أن إدخال المكتبات الرقمية يسهم لتقوية كفاءة الطلاب عامة ومتابعة تطور التعليم خاصة. نظم مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تدريبية لمكافحة مرض الإيدز شارك فيها العاملين في مستشفى عصب ومركز رعاية الأمومة والطفولة. وتركزت الدورة التي استمرت ل10 أيام في النصح والإرشاد. وقال مسؤول التوعية والمعلومات في المكتب السيد محمد ناقوس أن الدورات التدريبية الصحية ستتواصل للارتقاء بمعرفة المهنيين الصحيين بالمرض. من جانبه أوضح مسؤول المكتب السيد أسفاو نقاسي أن الدورة لها دور كبير في العمل اليومي للمشاركين. فاصل ووافيكم بالأنباء العالمية فلا تذهبوا بعيدا. تقلبت نحو 200 دولة على خلافات سياسية لتتفق على قواعد تنفيذ اتفاقية عالمية تاريخية بشأن المناخ، لكن المنتقدين يقولون أنها ليست طموحة بما يكفي لمنع الآثار الخطيرة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض. وبعد محادثات استمرت أسبوعين في مدينة كاتوفيتس البولندية، تواصلت الدول أخيرا للتوافق بشأن إطار أكثر تفصيلا للاتفاقية التي تم التوصل إليها في باريس عام 2015، والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع متوسط درجات حرارة الأرض لأقل من 2 مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة. وتمكن الوزراء من تجاوز سلسلة من الخلافات للتوصل لكتيب مؤلف من 156 صفحة للقواعد المنظمة يتضمن كيفية إبلاغ الدول مراقبة تعهداتها بالحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتحديث خطط الانبعاث. وضعت السلطات الهندية زعيمين انفصاليين في إقليم كاشمير المتنازع عليه قيد الإقامة الجبرية، بينما أغلقت الشرطة الطرق في مسعى لوأد الاحتجاجات على مقتل مدنيين في مطلع الأسبوع. واشتدت الاضطرابات في الأسابيع القليلة الماضية في الإقليم الواقع في قلب عداء مستمر منذ عقود بين الهند وباكستان، وقتل 7 أشخاص سابقا عندما فتحت قوات الأمن النار على احتجاج بشأن مقتل 3 مسلحين. ووضعت الشرطة وقوات الأمن حواجز في أماكن مختلفة في سريناجار بما في ذلك على الطريق المؤدي إلى مقر الجيش، ويقوم بدوريات تضم أعدادا كبيرة من القوات. بحث مسؤولو الشرطة والإطفاء في اليابان عن سبب انفجار وقع في مدينة سابورو بشمال البلاد، مما أدى إلى انهيار مبنى وإصابة 42 شخصا. وقال التقارير الإخبارية أن الحادث ربما تضمن صهاريج لغاز البروبان في المبنى الذي وقع فيه الانفجار. وقالت الشرطة والإطفاء في سابورو أنه من السابق لأوانه تأكيد أي شيء بشأن سبب الانفجار. وقالت الشرطة أن رجلا أصيب بحرق في وجهه لكنه ليس في خطر، وعولج معظم الجرحى الآخرين من إصابات سطحية. توجت الفلبينية كاترينا غراي بلقب ملكة جمال الكون عام 2018 لتصبح رابع مرة تفوز فيها الفلبين بهذه المسابقة الدولية. وفازت غراي الفلبينية الاسكتلندية التي يبلغ عمرها 24 عاما
باللقب في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث ضمت المسابقة لأول مرة متسابقين. وحصلت تمارين جرين ملكة جمال جنوب أفريقيا على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال الكون، ثم ستيفاني غوتيريز ملكة جمال فنزويلا على لقب الوصيفة الثانية. وكانت الفلبين قد فازت في مسابقة ملكة جمال الكون أعوام 2015 و 1973 و 69. ختام النشرة مع الوقفة الرياضية. أفرزت قرعة دور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت أمس في مدينة نيون السويسرية الكثير من الإثارة عقب اصطدام كبار أوروبا ببعضهم البعض في هذا الدور الحاسم. وسيلعب وصيف النسخة السابقة ليفربول مع الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني، فيما سيواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي بطل فرنسا باريس سان جيرمان. ولن تكون مهمة أتلتيكو مدريد الإسباني سهلة على الإطلاق عندما يلاقي يوفنتوس الإيطالي الذي يطمح لحصد اللقب. وكان دور المجموعات قد أفرز عن خروج مبكر الفرق من حجم انتر ميلان ونابولي الإيطاليين، إضافة إلى فالنسيا الإسباني وبنفيكا البرتغالي، مما زاد من احتمالات الترقب. ورأفت القرعة بحامل اللقب ريال مدريد الإسباني عندما وضعته في مواجهة أياكس الهولندي، وكذلك الحال بالنسبة لبرشلونة الإسباني الذي سيواجه ليون الفرنسي. أما مباراتي روما الإيطالي وبورتو البرتغالي وتوتنهام الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني فهي الأكثر اتجاها وبعدا عن الضغوط. هذا وأسفرت قرعة الدور 32 من بطولة الدور الأوروبي عن مواجهة إسبانية إيطالية مثيرة، عندما يصطدم إشبيليا حامل الرقم القياسي في عدد التتويجات بنظيره لاتسيو، كما يواجه انتر ميلان ونابولو كل من رابيت فيينا وأوزيرخ على الترتيب، في حين يلتقي سبورتنج لشبونة نظيره فياريال. أما بالنسبة لممثلي إنجلترا يلعب تشيلسي أمام مالمو، في حين وقع أرسنال مع باتي بوريسوف في مواجهتين سهلتين نسبيا بالنسبة للثنائي الإنجليزي. وفي أبرز المواجهات يلتقي سلتيك نظيره فالنسيا، ويلعب غالاتا سراي أمام بنفيكا، ويصطدم انتراخ فرانكفورت بالشختار التركي. وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله وحفظه.